يبقى العدد بيكبر. طيب هبتدي معاك بالاسبوع اللي فات او الاسبوع، خلاص النهارده نهايه الاسبوع 25. مباريات مهمه كانت موجوده، الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك وبيراميدز بيفوزوا بالثلاثه، لكن الاهلي هو اكثر الفرق في الفتره اللي فاتت من 2023 حتى الان اكثر فرق حصولا على الفوز بالثلاث اهداف في مباريات كتير. ده بيدي انطباع انك الفرق الكبيره دايما بتهاجم، بيدي انطباع ان دايما عندهم الحاله التهديفيه عاليه بالاخص الاهلي. ما ده شغل مدير فني. النهارده كله. طبعا الحاله ان انت يكون عندك الحاله المزاجيه للفيرود او اللي بيلعب قدام، ان انت بتجيب جون واثنين وثلاثه، لا يبقى ده شغل بتاع كولر مدير فني، ان هو بيعرف يتعامل مع تطوير الحته الهجوميه. واحنا كنا بنتكلم فيها النهارده، بيتالق حسين الشحات، في تالق للقندوسي لما بيلعب، في تالق لمحمد شريف حتى بيغيب وبيرجع وبيجيب اجوان، في تالق لكهربا. يبقى ده شغل مدير فني في التزام. طب ليه كابتن في وقت من الاوقات كان الناس بتشتكي من الجزء الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي؟ هل كان الوقت نفسه ما سمحش؟ يعني ما اداش لكولر اكتر وقت ان هو خلي بالك انا المرحله الهجوميه اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ كان محتاج وقت يعني يا فاروق. ما هو الراجل واقعي، يمكن حتى لو اتفرجت امبارح على التصريح بتاعه قال لك انا بحاول ان انا اطور واشتغل على الجزء الامامي في النادي الاهلي والتطوير. يمكن كان عندك مشكله وخلل في الحته الدفاعيه، اتطورت بشكل كبير جدا. النهارده بنشوف تالق رامي ربيعه، ما كان بيغلط غلطات ناشئ ما يعملهاش، لكن بيتالق بشكل كويس. النهارده بعد عوده محمود متولي في المباراه امبارح وبيوصل وبيهدف، لا يبقى انت عندك لعيبه جاهزه ولاعيبه. النهارده الراجل ما عندوش فرق بين الاساسي والاحتياطي، النهارده ما بتحسش بفرق كبير جدا، لكن ده كل شغله موجود. يبقى في تطوير، يبقى في كلام مع الراجل، في كلام مع اللعيبه. يمكن انا لما بتفرج عليه بقول لك انا بحاول اقعد مع اللعيبه واتكلم معاهم. ايوه، انا عايزك تقول لي تفسير ايه اللي حصل لهجوم النادي الاهلي. هل كهربا ورجوعه هو اللي عمل كده ولا ايه؟ مش كهربا بس. طب ما انت لما حسين الشحات نزل يا فاروق في الشوط الثاني كان موجود. ما هو كان بس بقى في لعيبه، بقى في منافسه. الراجل خلق منافسه كبيره. حتى النهارده بتشوف حسين الشحات بعد فتره بيتالق، احمد عبد القادر لو غاب بيرجع، محمد طاهر بيتالق، محمد شريف النهارده اللي بيلعب النهارده ما كانش موجود كهربا بيتالق وبيحرز اهداف. يعني ده ثقه من عند الراجل بيديها لبعض اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي. حتى النهارده كمان الروتيشن لما بيتعمل يا فاروق، النهارده بتلاقي سوليه وتلاقي حمدي فتحي وتلاقي مروان عطيه. مروان عطيه كان بيلعب في الحته ديت ليراقب عبد الله السعيد، بيعملها بشكل كويس جدا. وانا بقول لك من اجمد الصفقات الموسم ده او في الفتره دي مروان عطيه، لعيب كويس ولعيب جيد ولعيب ما بيغلطش ولعيب بصير بشكل كويس جدا. النهارده بنشوف الدفاع بيتالق. النهارده محمد عبد المنعم، يمكن احنا لما بنتكلم على محمد عبد المنعم بتتكلم بوعي ان انت كنت في المكان ده، لان مش عايز غرور، الحته دي مش عايز غرور، حتى امسك والعب. احنا بنديك نصيحه، لان انت النهارده لما تلاقي عندك سردباكين زي الونش ومحمد عبد المنعم، دول مستقبل منتخب مصر يا فاروق. الاثنين جامدين جدا ولاعيبه كويسه جدا ولاعيبه عارفه هي بتعمل ايه. النهارده بتشوف تالق محمد هاني وبتشوف تالق علي معلول، لا الفرقه كلها مركزه. الحاجه الثانيه كان عندك مشاكل كتير جدا ان انت هتوصل بافريقيا ولا مش هتوصل، كان عندك مشكله ان انت هتلعب كاس مصر، فانت ريحت دماغك. انت دلوقتي بتلعب في الدور قبل قصدك للدور الخاص بتاع الدور الخاص، انت وصلت، فانت دلوقتي مريحك شويه في التفكير، مريح اللعيبه. برافو عليك، ما فيش عليك ضغط نفسي، ما فيش عليك ضغوطات، فانت بتفكر كل مباراه وكل بطوله على حده. فدي مشكله، فدي كانت اللي موجوده عند النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بقى بيلعب بمزاج، هتلاقي كل اللعيبه اللي موجودين في حاله مزاجيه عاليه وبيتالقوا بشكل كبير. لكن ايه اللي شايفه جديد عمله الراجل في الشكل الخططي خلى برضو الحاله اللي احنا شايفينها بالنسبه ليه حسين الشحات بتالقه ده، كهربا بتالقه ده، وجود اي لاعب بينزل؟ شفنا طاهر الماتش اللي فات برضو بيلعب وبيساعد. مش الخطط يا فاروق، قندوسي، ما هو اللعيبه لها دور في الملعب برضو. الراجل